لو عرفت باقي الفراش من شكل القرصة بتاعته ممكن تكون بدأت تعالج حشرة مش موجودة عندك أصلا، لأن مفيش شكل القرصة واضحة نقدر نقول إن دي قرصة باقي الفراش. القرصة ممكن تبقى متورمة أو منفوخة أو تسبب حساسية شديدة أو هرش شديد، ممكن تظهر كمان في خط مستقيم أو متفرقة، وممكن شخص ينام على نفس السرير معاك ويتقرص بس ما يظهرش على جسمه أي علامات. والأصعب إن ممكن علامات القرص تظهر بعد القرص بساعات أو بعد فترة. عشان كده لما حد يبعت لي صورة لبعض القرصات ويسألني هو ده باقي الفراش، الصورة بتخليني أشك إن هو فعلا عنده باقي الفراش، لكن الصورة لوحدها ما تخلينيش أتأكد إن هو عنده فعلا حشرة باقي الفراش. التأكيد الوحيد بعد لما ندور على أثر حقيقي لوجود الحشرة. وأول مكان ممكن نبدأ منه مش الملاية كلها، ابدأ بالمنطقة الأقرب لجسم الإنسان اللي نايم. ارفع المرتبة وبص على الخياط، بص على ظهر السرير، بص على الملل من تحت، بص على الفتحات اللي متثبت بيها السرير، بص على المسامير اللي مثبته السرير او اي شيء صغير موجود في الملل. وانت بتفحص ما تدورش كمان على الحشره الكبيره بس، دور كمان على نقط سودا صغيره ثابته في اماكن الاختباء اللي ممكن الحشره تكون استخبت فيها. دي ممكن تكون فضلات باقي الفراش. دور على جلد شفاف او فاتح ثابته الحشره بعد الانسلاخ، وعلى البيض الابيض الصغير اللي لازق في الحواف، او دور على حشره حيه او ميته. النقط السوداء كمان مش مجرد نقط سوداء على الهدوم او الملابس او الاقمشه وخلاص، دي عامله زي الحبر لما بيجي يتمسح بنقطه ميه، لكن برضه علامه واحده منفصله مش هي الدليل القاطع على وجود الحشره دي. لازم تفحص بقيه المكان، وخلي بالك من غلطه كتير بتكرر ان الشخص يبحث بس على الاسطح اللي موجوده الخارجيه، ولما ما يلاقيش يقول مفيش باقي الفراش، لان مكان اللي الآفة بتعدي عليه عشان خاطر تاكل مش لازم يكون هو مكان اللي تستخبى فيه الحشره نفسها. ممكن اكون اتقرصت وانا نايم على المخده بس الحشره نفسها موجوده في ظهر السرير. عشان كده اي حد بيبعت لي صوره لبعض القرصات مش هي دي الدليل بتاعنا اللي 100% بنعتمد عليه، لازم يكون في دليل تاني معاه. ولازم نساله بعض الاسئله عن القرصات دي قبل ما ترش اي مبيد او ترمي المرتبه. اتاكد الاول انك بتحارب فعلا باقي الفراش ولا لا، لان القرصه بتقول ان في حاجه حصلت لجلدك، لكن الدليل هو اللي بيقول ايه الحشره بالظبط اللي عملت كده. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.